بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلامنا عن الفيديو اللي معانا، اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة لو انت أول مرة تشوفنا، عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. الكلام النهاردة عن 10 مليمات النحاس وأسعارها. 10 مليمات النحاس وأسعارها. ما بنتكلمش في الألمونيا، احنا بنتكلم عن 10 مليمات النحاس اللي هي قدامك دي اهي. 10 مليمات اهي. 10 مليم نحاس، جمهورية مصر العربية، تاريخ إصدارها 73. اللي قدامك دي تاريخ إصدارها 73. نقرب لك الصورة أكتر اهي. 10 مليم نحاس، تاريخ إصدارها 1973. الظهر بتاعها صقر اهو، زي ما انت شايف. ده الظهر بتاعها صقر. الظهر صقر اهو. نتكلم بقى عن أسعارها. اللي قدامك في الفيديو دي، دي سعرها 5 جنيه للقطعة. 5 جنيه للقطعة. بتنباع ب5 جنيه القطعة الواحدة. اللي زي دي بتنباع ب5 جنيه القطعة الواحدة، ب5 جنيه. طب ايه الغالي فيها؟ اللي هي نفس الشكل ده بالظبط. نفس الشكل اهو اهو. العملة نحاس، مكتوب على 10 ملاليم، جمهورية مصر العربية. الظهر بتاعها صقر زي ده، بس التاريخ هنا بدل 1973 هيبقى 1980. 1980. دي 10 مليمات اللي غالية. دي أغلى 10 مليمات نحاس، اللي هي 1980. دي مش موجودة ونادرة جدا وسعرها غالي. أما اللي قدامك دي سعرها 5 جنيه للقطعة. دي سعرها 5 جنيه للقطعة. العملة الغالية منها اللي هي النحاس الغالية، اللي هي 1980. دي اللي سعرها غالي، ودي اللي محدش لاقيها ومش موجودة. مش موجود منها إلا عدد قليل جدا، ودي سعرها بيبقى غالي. أما اللي قدامك سعرها 5 جنيه للقطعة، و3 جنيه و4 جنيه. الغالية اللي هي 1980. 1980 نفس الشكل، والظهر صقر، بس التاريخ بيبقى 1980. دي اللي غالية وسعرها بيبقى بمبلغ كويس. متنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. انتظرونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.